جدا. فخلينا نركز فيه. بس قبل ما نركز، بدر معانا النهارده ومدير عام اوريفليم مصر، وعايز يقول لكم حاجه على السيشن دي. ازيك يا بدر؟ يس، ازيك استاذ علا؟ طمنين الصوت تمام؟ تمام. فيري جود. ممكن بس يا مستر نعمل ميوت للناس عشان في بيبي معانا واحنا فوق الفلوس، يكون عندي 18 سنه عشان اعمل عضويه. منور كل مستر بدر. نور حضرتك. كل شكرا، ما سنة حدش وانت يشوف بس. طيب. شكرا وحضرتك طيبه. لحظة واحدة يا بدر، هعمل ميوت اول وهبعت لك ريكوست تفتح المايك تاني ثانية واحدة. ماشي اوكي. يس، كده تمام. كده تمام يا بدر. فيري جود. ولو عايزين تبعتوا لي شويه قلوب على الشات مش هقول لا. لا بجد مبسوط ان انا موجود معاكم النهارده. كل سنه وانتم طيبين. داخلين في فتره في حياتنا كلنا بنحبها، كلها اعياد. اعياد بكل الطرق، اعياد مع بعض. فكل سنه وكل الناس طيبين في ال 10 ايام اللي جايين بكل احتفال. فان شاء الله عيد سعيد عليكم وعلى عائلتكم كلكم. ونتبسط. الله على القلوب. انا مش هتكلم بقى، خلي الميتنج كده. وان شاء الله تتبسطوا مع بعض، وان شاء الله يكون شهر حلو كمان. ده طبعا اللي احنا دايما نتمناه. شدوا حيلكم قبل الاعياد وكده عشان ايه؟ اوريفليم والريبورت بتاعي. لا لا، ده كده كتير. ده معيط. ده احلى، يعني احلى حاجه وصلت لي النهارده. الكلام راح خلاص. انا بتفرج على الكومنتات بس. بس زي ما انتم عارفين، مهم لما الريبورت بتاعي بيكون ماشي كويس. مودي بيكون حلو كمان. يعني انا على ضحكتي باين. الحمد لله الشغل لحد دلوقتي ماشي كويس الحمد لله. عايزين نشد اكتر واكتر، اللي احنا نقدر يكون عندنا شهر قوي، اللي احنا نبني حاجه جديده لفتره الصيف اللي قربت تيجي كمان ان شاء الله. احنا عاملين الميتنج ده فعلا عشان انا شايف دي حاجه مهمه جدا. كنا بنتناقش مع التيم. لازم زي ما انتم عارفين، الاساس في نجاحي في اوريفليم العيش والملح، او العيش والزبده زي ما بنقول في السويد. بالذات للناس اللي صايمه. فكركم بالاكل شويه. هو اللي انا لازم اكون عارف المنتجات كويس. وبالذات احنا حاسين شويه ممكن الوونت فعلا من الرنجات الجديده الفريش المودرن اللي ممكن يفتح لنا ابواب جديده. فيها مميزات جوه الرينج حلو جدا يساعدنا برضو. حاجات بقت مهمه في لما اجي ارشح منتج لحد. فاحنا شايفين في مجال اللي احنا نفهم المنتج افضل وافضل عشان نعرف ايه نسوقه ونتكلم عليه اكتر واكتر كمان. عشان كده السبب الدكتوره موجوده معانا. وعاملين تريننج زي ده. وانا اللي انا متوقعه اللي احنا هنعمله. يعني انا بالنسبه لي ده لو تفتكروا اول لما النو بيج نزل، قعدنا نعمل نو بيج اكاديمي، قعدنا نعمل تدريبات على النو بيج، قعدنا نتكلم عليه جامد جدا. انا شايف ده فعلا لو احنا ركزنا عليه وفهمناه صح كعائله اوريفليم مع بعض، عرفنا نسوق المنتج ده صح ونتكلم عليه بطريقه صح، ممكن يفتح لنا مجال قوي جدا 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 كمان استخدامه، ومجال البيزنس الخاص بتاعكم وبتاعنا كمان ان شاء الله. جود لك في الاكاديمي. عارف هي هتكون لذيذه ان شاء الله. مش عارف انتوا بلغتوهم اللي فيه امتحان ولا لا، واللي مش هينجح ملوش بونص الشهر الجاي. صح يا دكتور ولا اتفقنا عليه في الاخر؟ مش فاكر. صح كده ماشي. لا لا، كده لا، مش في بونص. اسئله وهدايا، في اسئله وهدايا مش امتحان. اسئله وهدايا. احنا فول هدايا الفلوس حلوه طبعا. كمان. هدايا فيري حلوه. جود. احنا اوريفليم بنشجعكم ما تقلقوش. احنا خلص. يعني في ناس عندها امتحانات لسه انا عارف، بس اتليست احنا معظمنا خلصنا. لو حد تاني في بيتنا عنده امتحان دي حاجه تانيه. بس شدوا حيلكم. استفادوا. يمكن تاخدوا هديه حلوه. بس فعلا خدوا ده كفرصه اللي انا معلوماتي تزيد، اللي انا اقدر اتكلم على رينج جديد، اللي انا اقدر افتح باب جديد للبيزنس الخاص بتاعي، اللي هو بخطوه بخطوه يقدر ينجح ويكبر اكتر عشان تكونوا ناجحين وتكبروا اكتر كمان ان شاء الله. لاف يو. جود لك. شد حيلك يا دكتور، وان شاء الله يكون ميتنج حلو ان شاء الله. بس انتم طيبين. ثانك يو ثانك يو. طيب. تمام. علا، ميرسي يا عايزه تقولي بدر حاجه؟ قوي. لا ميرسي يا بدر قوي. وعايزاكم بقى ورقه وقلم وتركزوا جامد قوي، لان نرمين هتقول لنا معلومات مهمه قوي. واي حد مش فاهم الوانت يبعت له على طول. ممكن اي حد يجوين اللينك ده. مش لازم اي عضو جديد، اي حد، لان بجد نرمين هتقول معلومات مهمه جدا.
وخلينا نركز. وتفضلي نرمين. ميرسي يا جماعة، احنا معاكم بقى. ميرسي يا علا. طيب خلينا نشير البرزنتيشن كده. طيب احنا النهارده زي ما قلنا هنتكلم على الوونت، بس قبل ما نتكلم على الوونت عايزين نتكلم الاول على البشره. في ناس ما زالت ما تعرفش نوع بشرتها، في ناس ما زالت ما تعرفش ازاي ترشح منتج لاي شخص. خلينا نعرف كده انواع البشره بسرعه علشان اللي لسه ما يعرفش. طب اكتبوا لي لو حد لسه ما يعرفش نوع بشرته، بليز اكتبوا لي في الشات، لان مهم جدا ان احنا نبقى عارفين نوع بشرتنا علشان نقدر نرشح المنتج المناسب للناس اللي حوالينا، او ايفن حتى المنتج ناخده لنفسينا. طيب احنا عندنا 4 انواع من البشره. عندنا البشره الدهنيه، البشره العاديه، والبشره المركبه. البشره الدهنيه بعرفها ازاي؟ تبقى مسامها واسعه، فيها لمعه، فيها دهون، فيها مشاكل، فيها حبوب على طول، فيها مشاكل ومحتاجه ان انا اعالج الحبوب دي. البشرة الجافة العكس تماما، مسامها ضيقة، لو غسلتها برغوة بتشد. البشرة الجافة ممكن تقشر في الشتاء، دي البشرة الجافة. فدايما البشرة الجافة محتاجة مني الترطيب العالي. البشرة المركبة عبارة عن خليط ما بين الاثنين، التي دهني والخدود عادية أو جافة. البشرة المركبة ممكن في الصيف تميل للدهني وفي الشتاء تميل للجاف. كمان عندنا البشرة العادية، والبشرة العادية هي البشرة الصحية وبنعملها نفس معاملة البشرة الجافة وبناخد لها نفس منتجات البشرة الجافة. خلينا نشوف السلايد اللي بعدها، وهنتكلم برضو على سريعا على المشاكل اللي بتظهر في البشرة. سواء احنا بيبقى عندنا تجاعيد، بيبقى عندنا البقع اللي بتظهر في البشرة، بيبقى عندنا الحبوب، وبيبقى عندنا البشرة المتهرهلة. هي دي المشاكل اللي بتظهر في البشرة. في كمان مشكلة مهمة قوي، ترطيب البشرة. ويمكن الفترة دي معرفش لو انتوا حاسين الكلام ده ولا لا، يمكن النص التاني من رمضان علشان الصيام، علشان ما بنشربش مية كفاية، هنلاقي ان بشرتنا بتجف قوي. والناس اللي بشرتهم جافه هيحسوا الكلام ده جدا، يحسوا لما يمشوا ايدهم ان البشره فيها جفاف جامد. فالفتره دي احنا محتاجين ندي ترطيب عالي للبشره، ويمكن منتجات الوونت بتساعدنا في حاجه زي كده، وهشرح الكلام ده بالتفصيل. نشوف السلايد اللي بعدها. طيب احنا عندنا خطوات للعنايه بالبشره. عندنا خطوات بتبقى خطوات عنايه يوميه، وخطوات عنايه بتبقى خطوات عنايه اسبوعيه. لو ابتديت نتكلمنا على خطوات العنايه اليوميه، اللي هي بتبقى المنظف بتاعي، ممكن التونر بتاعي، كريم العين، السيرم، وكريم النهار، وكريم الليل. هي دي الخطوات اللي احنا بنعملها كل يوم، خطوات مهمه ان انا اعملها باي منتجات تكون مناسبه لنوع بشرتي. طب خطوات العنايه الاسبوعيه ايه؟ نشوف السلايد اللي بعدها. عباره عن السكراب والماسك، ودي خطوات بعملها مرتين في الاسبوع. وضروري جدا اني اختار السكراب المناسب ليا واختار الماسك المناسب ليا، علشان انا لو بشرتي دهنيه وخدت ماسك للبشره الجافه ده هيجفف لي البشره. فضروري جدا سوري، لو انا بشرتي دهنيه وخدت ماسك للبشره الجافه ده هيزود لي الدهون في البشره، والعكس تماما. فضروري جدا ان انا اركز ايه الماسك المناسب لنوع بشرتي. نشوف السلايد اللي بعدها. طيب تعالوا بقى نتكلم على منتجات الوونت ونشوف ايه اللي ممكن نستخدمه في خطوات العنايه اليوميه وايه اللي ممكن نستخدمه في خطوات العنايه الاسبوعيه. منتجات الوونت اللي بيميزها اولا ان هي فيجن. فيجن يعني كل المنتجات اللي معموله من الوونت معموله من نباتات مختلفه، كلها منتجات نباتيه. فدي حاجه مهمه جدا ان هي فيجن او معموله من نباتات مختلفه. وفي منتجات كتيره هقول لكم ايه الحاجات اللي معموله منها، حاجات احنا عارفينها وفي حاجات احنا مش عارفينها، او انواع نباتات احنا مش عارفينها فمش هنقولها، لكن في نباتات احنا عارفينها كلنا فهقول لكم عليها. مش بس كده، كمان هي كمان كل منتج من المنتجات بتاعتها في اعاده تدوير. ويعني ايه اعاده تدوير؟ يعني نقدر نستخدمه مره ثانيه، وده علشان الاستدامه، علشان نحافظ على البيئه بتاعتنا وعلشان نحافظ على السستينابيلتي، الاستدامه. فالمنتجات بتاعتنا هنا فيها اعاده تدوير، واوريفليم مركزه جدا 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 على موضوع الاستدامه
والفتره دي ناس كتيره جدا او شركات كتيره ابتدت تركز على موضوع الاستدامه، دي حاجه مهمه جدا جدا. طيب كمان الوونت فيها ميزه انها مش بس عنايه بالبشره، لا هي بتجمع ما بين العنايه بالبشره والميك اب. يعني انا لو اهتميت ببشرتي قوي وابتديت استخدم الوونت، انا هيبقى شكلي فيه بعض المنتجات منها بتدي الناتشرال لوك اكنك حاطه ميك اب بس بطريقه فيري ناتشرال، وفي ناس كتيره قوي بتحب شكل الميك اب الناتشرال، فدي هتدينا المظهر ده. خلونا نتكلم على منتج من منتجات الوونت واوريه لكم، وكمان هنجرب استخدامه. نشوف السلايد. طيب هنبتدي باول منتجات الوونت وهو المنظف، والمنظف هنا معمول من الجليسرين، والجليسرين هنا معروف ان هو بيرطب البشره بعمق، هينظف ويسيب البشره مترطبه. خلوني اوريكم المنظف الوونت اهو. ده منظف الوونت، اولا حجمه كبير، الكميه اللي انا بحتاجها وانا بستخدمه كميه بسيطه جدا، طريقه التنظيف سهله قوي، وبرده خلوني اوريكم بقى ازاي بستخدمه وانا بنظف البشره. ادي المنظف الوونت، هاخد منه حبه بسيطه، اوريكم الكميه يا جماعه اللي انتم محتاجينها اهي، دي الكميه اللي انا محتاجاها، وبعدين هبتدي اوزعه على البشره وهبتدي اعمل حركات دائريه. هو عباره عن زبده، الزبده دي بصوا انا بشتغل بتتحول لزيت، وانا بعمل بيها هي عماله تتحول لزيت على بشرتي اهي، اتحولت كلها لزيت. الزيت ده هينظف بشرتي بعمق، هيدخل ينظف البشره بعمق. طيب بعد كده همسح الزيت من على البشره اهو، تمام. انا كده مسحته وبفوطه بفوطه بقى او بحاجه مبلله، او احنا طبعا لو قدام الحوض يبقى هنشطف البشره اهو، انا بقطنه مبلله مسحت البشره. فدي اول خطوه انا بعملها، هي خطوه المنظف. والمنظف هنا زي ما قلت عباره عن زبده، الزبده مجرد ما عملت كده اتحولت لزيت، والزيت ده بينظف البشره كلها بعمق. يا جماعه انا مش عارفه مين فيكم جرب المنظف ده، عايزاكم تكتبوا لي اللي جرب المنظف ده بليز اكتبوا، ولو اكتبوا لي كمان رايكم فيه، اي حد جرب المنظف ده لانه فعلا فعلا روعه. انا دلوقتي الاحساس اللي انا عندي نظف البشره وفي نفس الوقت هي البشره طريه، فحلو جدا 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 في كده، تمام. طيب هفترض ان انا بشرتي دهنيه، احنا المجموعه دي بنقول عليها لجميع انواع البشره، هفترض ان انا بشرتي دهنيه. لو انا بشرتي دهنيه هستخدمه. انا اسف لو هقاطعك لحظه واحده بس عشان في ناس بتشخبط على السكرين، ف اتفضل هقف الشير واشغله تاني لحظه واحده، معلش انا اسف. اتفضل اتفضل. ظهر كده عندك تاني؟ لا لسه اهو دلوقتي ظهر اهو. تمام. تمام. طيب يا جماعه دلوقتي لو انا بشرتي دهنيه، خلاص لو انا بشرتي دهنيه انا هستخدم المنظف ده لانه هو بينظف بعمق، وبعد كده هغسل بالمنظف الرغوي. لو انا بشرتي جافه هغسل بالطريقه اللي انتوا شفتوها دلوقتي. انا عشان بشرتي جافه فانا عملت مسحت على وشي، وبعد كده بقطنه مبلوله مسحت وشي، او احنا لو قدام الحوض يبقى هشطف بشرتي وانشفها. اوريدي انا لما عملت كده اوريدي البشره ناعمه، ما هياش نشفت، خلاص. يبقى ده معمول من الجليسرين، علشان كده بينظف وفي نفس الوقت بيسيب البشره مترطبه. طيب لا، حتى لو بشره فيها حبوب ما افضلش البشره اللي فيها حبوب تستخدم ده، خلاص. البشره اللي فيها حبوب لا. دينا بتقول انا بشرتي حساسه وكان حلو جدا، وهو هيبقى فعلا حلو مع البشره الحساسه، ده كلام مظبوط. لكن يا جماعه بشره فيها حبوب لا، لكن لو انت بشره دهنيه ما عندكيش مشاكل ما عندكيش حبوب استخدميه عادي مفيش مشكله، خلاص. انا بحاول اهو ابص على لا محتاجين مرطب بعده يا ميري طبعا. هو مرطب البشره، لكن انا محتاجه مرطب بعده، بس خلينا نشوف الكميات اللي احنا هنستخدمها بعد كده في المرطب بعده.
طيب يستخدم للمسام الواسعه، بس هو يا دعاء هو ما بيقفلش المسام او ما بيقبضش المسام، هو هينظف المسام الواسعه لكن مش هيقبض المسام. لكن بجد ده حاجه حلوه جدا وروعه، ومن الحاجات فعلا اللي في ناس كتيره كتبت انها استخدمتها، وفعلا فعلا حقيقي حلو جدا. طيب ادي اول منتج. هندخل للمنتج. طيب انا هقرا. انا بشره جافه جدا استعمله ولا غسول النوفيج؟ لا استعمليه يا دينا، انت بشره جافه جدا استعمليه، هترتاحي معاه جدا جدا جدا. ما ينفعش حوالين العين يا جماعه. هو انتوا زي ما انتوا شفتوا انا عملت بشرتي قرتي، ما حطيتش في حوالين عينيا خلاص، فما بنضفش بيه منطقه حوالين العين. مجرد ان انا عملته كده نضفت وعملت حركات دائريه وهنا مشيت ده كله، وبعدين هشطف بشرتي، فما بجيبش في منطقه حوالين العين. طيب هندخل بعد كده كمان للوند السيرم وفي نفس الوقت تونر، الاثنين في واحد. عندي سيرم وتونر. طيب جامع ما بين الاثنين يعني ايه؟ التونر يعني قابض للمسام. التونر لما بستخدمه ده بيجري الدورة الدموية وبيدي فريش للبشرة لانه كمان سبراي. السيرم فانا لما هحطه اللي هو التونر سيرم ده فهيساعد على امتصاص الكريم لما اجي احط الكريم بعد كده. يبقى انا دلوقتي هستخدم خطوه التونر، وخلينا نشوف ازاي بستخدم الخطوه دي. بنرجه وبعدين بنغمض وبعدين ببتدي ارش على البشره زي ما انتم شايفين كده. تمام. الاحساس احساس فريش، انا حاسه دلوقتي بحاجه فريش للبشره. في نفس الوقت احساسه على بشرتي هيساعد على ان لما هاجي احط الكريم يمتص احسن في البشره. مش شرط ان انت بعد ما تحطيه انك تنشفي بشرتك، انا ممكن اسيبه هو هينشف لوحده على بشرتي. طيب هاجي بعد كده لخطوه كريم العين. وكريم العين هنا وده من كريمات العين الحلوه جدا، ويا ريت يا جماعه عايزاكم تكتبوا مين جرب كريم العين ده، لانه بجد انا كريم العين ده بالذات كل لما ادخل ميتنج مفيش يعني لازم يطلع لي حد يقول لي انا جربته وتحفه وفرق معايا. بجد من كريمات العين القويه جدا الحلوه جدا اللي يعني احنا مستنيين. خلونا نتكلم الاول ان هو نازل الشهر ده وعليه عرض حلو جدا جدا في الكتالوج، اهو موجود في الكتالوج ونازل، وبعد العرض هيقف ب 276 جنيه. ففعلا فعلا رائع. انا شايفه ناس كتيره قوي بتكتب. خلوني اتكلم عليه. هو معمول من الافوكادو، هو بيقلل الهالات اللي تحت العين، بيقلل الانتفاخات اللي تحت العين، وفي نفس الوقت حركة البلية دي بتجري الدورة الدموية. خلوني برضو اوريكم الكمية اللي انا محتاجاها. انا لما باجي استخدمه انا بحطه على ايدي الاول. اوكي اهو انا الكريمة 100 كترت شوية هقسمها على اهو حطيته، وبعد كده هبتدي اعمل بالمساج عشان اجري الدوره الدمويه. وخلوا بالكم شايفين انا بحطه فين؟ على عظمه العين، ما بقربش من عينيا، وعلى العظمه فقط لا غير، بعيد عن العين. شايفين؟ بس وما بحطش من فوق يا جماعه، انا بحط على العظمه هو بيدخل. وانا كمان لما بمشي بالبليه او اللي هي الاداه اللي موجوده فيه ده بيجري الدوره الدمويه. الحركه دي بتجري الدوره الدمويه فتخلي الدم يوصل احسن، فيخلي امتصاص الكريم احسن، فالنتيجه تبقى احسن. تمام. ادي الكريم بتاع العين. الكريم حلو جدا. وبعد ما خلصت هطبطب عشان اضمن انه دخل في منطقه حوالين العين. شايفين؟ ودايما بطبطب بصباع الدبله علشان ده ارق صباع على البشره. طيب وما بحطش في منطقه الجفن من فوق. جربي يا ساره الوونت، ساره مطر جربي الوونت. في حد بيقول لي احلى كريم عين في اوريفليم، فرق معايا جدا فعلا يا جماعه. ناس كتيره جدا جدا من استخدمت الكريم ده فرق معاها في الهالات وفي الانتفاخات. سعره حلو جدا. احنا يمكن لما بنيجي نقول ناخد مثلا كريم العين النوفيج مان او الاي كولاجين او كده بيبقى مرتبط شويه بالمجموعه. هنا كريم العين لوحده ممكن اخده لوحده، سعره حلو جدا، هيقعد معايا
فتره طويله. وزي شفتوا الكميات، انا عايزاكم بس يا جماعه تركزوا في الكميات، لانه الكميات حلوه جدا جدا جدا. كميات بسيطه قوي بتاثر قوي على المنطقه حوالين العين او اي حاجه انا بستخدمها على البشره. انتوا كلكم بتكتبوا في نفس الوقت، مش لاحقه اقرا كل الكلام. الحد ده ايمان، مش انت بس يا ايمان، ده في ناس كتير قوي شكروا لي في كريم العين. الجفن المبطن له حاجه ولا لا؟ لا يا نيره، الجفن المبطن ملوش حاجه. انا برضو هاخد بقيه الاسئله، بس بعد ما اخلص كله هنفتح ونشوف الاسئله بتاعتكم. انا بس عايزه اشوف لو في حاجه ليها علاقه باللي احنا قلناه. ده للهالات الشديده، ايوه يا هاجر، ده للهالات. ينفع لسن 15 سنه، ده سؤال حلو جدا يا علا. المجموعه دي يا جماعه ميزتها ان لجميع الاعمار، ابتدوها من سن 15 سنه مفيش مشكله خالص، واحده عندها 40 سنه مفيش مشكله خالص. فالميزه فيها انها لجميع الاعمار. طيب طيب انما زي ما قلت تاني، ما بنحطش. لا انا دلوقتي الهالات هنا مثلا انا بحط على العظمه وهو بيدخل لوحده، فحطه على عظمه العين، ما تحطوش مباشره على الغمقان، حطي على العظمه وهو هيدخل لوحده في المكان اللي انت محتاجاه. طيب ينفع اخد اي منتج لوحده ولازم المجموعه؟ طبعا تاخدي اي منتج لوحده. انا دلوقتي لو بعاني من الهالات او من الانتفاخات هاخد الكريم ده بس خلاص، فينفع طبعا اخد اي منتج لوحده. طيب هنيجي بعد كده لستيك العين بقى، لان الناس كتير هتقولي ايه الفرق بين ده وبين ده. خلوني اقول لكم الفرق. ستيك العين هنا انا اولا هو معمول من الجوجوبا، خلاص، زيت الجوجوبا. ستيك العين مختلف عن الكريم ده هالات وانتفاخات، ده بينور منطقه حوالين العين. وده كمان بحطه قبل ما احط الميك اب بتاعي، علشان انا دلوقتي عايزه اما اجي احط الميك اب بتاعي، لما اجي احط الكونسيلر بتاعي، اعمل طبقه عازله بتحمي منطقه حوالين عيني من ان هي يمتص منها الزيوت الزياده، لان منطقه حوالين العين ما فيهاش زيوت. فانا ما ينفعش ان انا احط كونسيلر على طول، لانه الكونسيلر بطبعه بيشد الدهون او الزيوت الزياده. طيب فهو بينور منطقه حوالين العين وبيدي ترطيب لمنطقه حوالين العين، ولكن هو ملوش دعوه بالهالات، هو اكتر لترطيب وبينور منطقه حوالين العين. بصوا بقى طريقه الاستخدام اهو، شايفين ده ستيك، فبعمل اهو بحط منه على منطقه حوالين العين، تمام. وهنا ده انتوا ممكن تقربوا شويه مفيش مشكله، غير الكريم بحطه اكتر على العظمه، هنا ممكن اقرب شويه بس برضو يعني اهو زي ما انتوا شايفين انا بايديا ماشيه ازاي اهو دي، وبمسك يا جماعه لان ده ستيك فلازم امسك جلدي عشان ما يروحش ويجي معايا، واحنا بنحط بتبقى زي طبطبه شويه اهو. ادي الستيك حطيته في منطقه حوالين العين. لو انا دلوقتي هحط كونسيلر احطه عادي بعديه، عادي مفيش مشكله خالص ان انا احط الكونسيلر وانا مطمنه ان منطقه حوالين عينيا مترطبه وفي نفس الوقت محميه من ان انا احط عليها الكونسيلر، وفي نفس الوقت هتدي منور، هتنور. طيب مش شايفين، انا مش عارفه اعمل ايه. انا وريت لكم، انا باينه في الشات الصغير علشان احنا حاطين مش عارفه انتم مش شايفين كويس يا جماعه. طيب في ايمان بتقول لي في ناس جابته وقال وحش لانهم كانوا فاكرين انه زي كونسيلر. لا هو مش زي كونسيلر يا ايمان، لازم نوضح لهم، ودينا شفنا دلوقتي هو مش كونسيلر. هو لما انا بحط الستيك حوالين العين، اللي بيحصل ان هو بيحافظ على منطقه حوالين العين قبل ما احط الكونسيلر، وفي نفس الوقت بيدي تنويره لمنطقه حوالين العين. طيب انا هكمل الشرح وبعد كده هوريكم الحاجه بتتحط ازاي، علشان برضو يعني لو انتم مش شايفيني تقدروا تشوفوني لما نشيل البرزنتيشن. نشوف السلايد اللي بعدها يا عم. طيب في كمان الكريم، انا هشرح الكريمات وبعد كده هبقى اوريكم يا جماعه الاستخدام، علشان برضو في ناس قالت لي مش شايفه كويس. طيب في كمان الجل كريم. طيب الجل كريم ده هنا بيجمع ما بين بيجمع ما بين الجل والكريم. يعني ايه بيجمع ما بين الجل والكريم؟ تركيبه خفيفه، امتصاصها سريع،
اقدر اديها للدهني واقدر اديها للجاف، اقدر اديها الصبح وبالليل. للناس اللي هتيجي تقول لك انا عايزه كريم واحد بس، انا مش عايزه اتنين، ما تدينيش اتنين، اديني واحد بس. واحد بس اهو، خدي ده واحد بس، سعره كويس جدا، والشهر ده كمان عليه عرض، فانا اكني اخدت اهو. ادي هو في كتالوج سعره 489، طبعا لسه عليه الخصم بتاعنا. فده كده اكني اخدت كريم نهار وكريم ليل. انا مش محتاجه اجيب كريم نهار وكريم ليل، خلاص انا خدت كريم واحد هيقضيني نهار او هيديني فايده النهار والليل في نفس الوقت. طيب في كمان الكريم الموف ده، وده اللي هو الويبنج كريم، وده الفكره بتاعته انه تقيل شويه، ترطيب اعلى شويه للناس اللي بشرتهم حساسه، للناس اللي بشرتهم متحمر قوي، فده بيهدي الالتهابات، بيهدي الاحمرار. لاي حد بشرته حساسه هيبقى مناسب وحلو جدا. طيب كمان ماسك رائع، والماسك ده معمول من انزيمات الرمان. وانزيمات الرمان هنا بتعمل ايه؟ بتجدد خلايا البشره. ده برضو هجربه لكم واوريه لكم على البشره. بستخدمه بالليل، ده ماسك ليلي، بستخدمه فقط بالليل. لو عامله سكراب لبشرتي قبل ما استخدم الماسك ده هيبقى احسن جدا. ليه؟ لانه انا النهارده لما هستخدم السكراب وبعديها استخدم الماسك وهدخل انام واصحى الصبح، مجرد ما هتشطفي وشك هتلاقي الوش ده نور وافتح معاكي. ليه؟ لانه بيساعد على تقشير البشره اثناء النوم. مش بس كده، كمان انزيمات الرمان يعني مضادات اكسده، فده بيأخر ظهور التجاعيد اللي ممكن تظهر في البشره. اقدر استخدمه لجميع الاعمار ولجميع انواع البشره. طيب هنيجي بعد كده برضو لحاجه روعه، واللي هو الوك مي اب، اللي هو بنقول عليه ايه، البرايمر ده. البرايمر ده انا ممكن استخدمه اخلطه مع الكريم بتاعي، وهوريكم ازاي هخلطه دلوقتي مع الكريم بتاعي. ممكن اخلطه مع الفاونديشن بتاعي، وممكن احطه لوحده كهايلايتر عشان انور بيه منطقه حوالين العين ومنطقه الهايلايتنج اللي هي منطقه القوره. فليه استخدامات كتيره جدا اقدر استخدمها له، ان انا اخلطه مع حاجات عشان يديني الاشراقه وينور البشره. عايزه اقول لكم يا جماعه انه الحاجات اللي بره اللي شبه ده معديه ال 2000 جنيه. انتوا هنا فوق الفليم ده ب 489، ده السعر اللي هو سعر الكتالوج، ده مش السعر بتاعنا، ده سعر الكتالوج. فبجد ده في حاجات منه بره معديه ال 2000 جنيه. فبجد مازال عندنا الحاجات بتاعتنا اسعارها كويسه جدا جدا ككواليتي، ومقارنه بالحاجات المستورده اللي زيها. طيب حاجه كمان، عندنا ماسك بقى الحراري. والماسك الحراري ده تحفه، انا الحقيقه عملته الصبح. الماسك تحفه. الماسك ده احنا بنحطه على البشره ونقعد نعمل حركات دائريه، بيبتدي يسخن 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 على تحت ايدك، انت بتبقي حاسه انه البشره بتسخن. اشطفي بعد كده بشرتك وحطي الكريم بتاعك، اولا تحسي البشره نطفت قوي. نظف البشره، هو معمول من الشاي الاخضر فبينظف كل الشوائب. لو في زيوت زياده في البشره هينظفها ويشيلها. وبعد كده رطبي، لو انت بشره دهنيه هترطبي بالوونت الازرق، لو انت بشره جافه رطبي بالوونت الموف. الترطيب ده هيزود البشره، هتزودي بشرتك بالترطيب، هتبقي نظفتي البشره وزودتي البشره بالترطيب. يمكن انا دايما بقول عليه ده مناسب اكتر للدهني، ولكن احنا داخلين على الصيف والدنيا بتحرر، والجو لما بيحرر الدهون بتزيد. ممكن البشره الجافه تستخدمه مره واحده في الاسبوع في الصيف، انما البشره الدهنيه ممكن تحتاجه لاكتر من مره في الاسبوع في الصيف، من مرتين لثلاثه. خلاص، فده برضو من الماسكات الحقيقه الحلوه جدا اللي بتنظف البشره بعمق. واحنا في الصيف بنحب ننظف قوي، لانه زي ما قلت الصيف الدهون بتزيد في البشره. طيب احنا هنشيل دلوقتي البرزنتيشن يا عمرو، علشان انا عايزه اوري لهم، عايزاهم يبقوا شايفيني عشان يشوفوا طريقه استخدام الحاجات اللي فاضله، وبعد كده نرجع نكمل. طيب انتوا دلوقتي يا جماعه شايفيني؟ لو عايزين تكبروا الصوره بحيث ان انتوا تبقوا شايفيني احسن، وخلوني اوريكم طريقه استخدام الماسك الوونت والكميه اللي احنا المفروض نستخدمها. الكميه اللي احنا المفروض نستخدمها كميه قليله جدا. الماسك ده هيكفيكم 5 شهور او 6 شهور لو استخدمتوا الكميه اللي احنا قايلين عليها. خلونا نشوف ازاي بستخدمه. اهو ادي الكميه اللي انا محتاجاها، عشان بس ايه ناس كتيره اهو. بصوا
دي الكميه. علشان ناس كتيره بتقوم حاطه طبقه، اوقات يا جماعه الكتالوج ممكن يصور لكم طبقه، لكن انا هزود حته صغيره كمان، لكن الطبقه دي ده يعني عشان التصوير تبقوا شايفين اللون بتاع الماسك. اهو بوزعه، مش محتاجه تحطوا طبقه صدقوني. واهو الرقبه كمان مش محتاجه تحطوا كميه كبيره منه. اهو وزعته لحد ما احس ان بشرتي بتشربه. حسه يعني بيتشرب بسهوله، بيريح البشره، رائع. وبعدين ده مش هشطفه، يعني الاخضر المفروض اعمله حركات دائريه واشطفه، لا انا مش هعمله دلوقتي. لكن ده انا ما بشطفوش، ده بحطه ماسك المفروض اسيبه لان هو بيشتغل ان هو يقشر البشره. المفروض ان انا احطه بالليل قبل النوم او اكون مش نازله، لان انا لو قاعده في البيت ومش نازله مفيش مشكله ان انتوا تحطوه. فالكميه اللي انتوا شفتوها دي هي دي الكميه اللي انا محتاجه اني استخدمها كل مره بستخدمه. لو انا هستخدمه مرتين لثلاثه في الاسبوع هي دي الكميه اللي انتوا محتاجين يا جماعه تستخدموها. قبلها طبعا لو انا عامله سكراب لبشرتي ده هيدي نتيجه افضل للبشره. ينفع طبعا ماسك الونت مع مقشر القها، ينفع جدا 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 يا ميرنا، وهتشوفي نتيجه روعه لو عملتي الاثنين مع بعض. نتيجته بتبقى روعه، بتلاقي الوش كده نور جدا لان انت مستخدمه حاجتين حلوين جدا، حاجتين بيقشروا بس بطريقه مختلفه. عادي يتحط وتتعرضي للاضاءه، بس انا مش هنزل بيه في الشمس، يعني انا هحطه ومش هنزل بيه في الشمس. اتعرضي لاضاءه البيت عادي، لكن مش هنزل لان هو هيبقى تقيل عليكي، وبعدين انت محتاجه ان هو يتشرب في بشرتك. عشان كده بيقول لك احسن حاجه تحطيه بالليل قبل النوم، عشان وانت نايمه. وليه قبل النوم؟ خلوا بالكم برضو هم مختارين حته قبل النوم علشان انت البشره بتجدد احسن اثناء النوم. فهو تجديد البشره زائد انزيمات الرمان اللي بتقشر البشره، فهنا هتصحي الصبح ببشره متجدده حلوه جدا. لو حطيتيه الصبح مش غلط، بس ما تنزليش، يعني مش نازله في الشمس بقى، قاعده في البيت عادي ما فيش مشكله، لكن طبعا بالليل هتاخدي فايده اكتر منه. طيب طيب ايه تاني؟ في ناس بعتت حاجات. طيب انا كده وريت لكم الماسك، خلينا نشوف بقيه الحاجات. طيب للبشره الجافه الشديده تاخذ ازرق ولا البنفسجي؟ حلو قوي السؤال ده. خلوني برضو اوريكم، انا دلوقتي حطيت الماسك. البشره شديده الجفاف تاخد البنفسجي، خلاص. البشره اللي مش شديده الجفاف هتاخد الازرق. اوكي يا دينا عشان انتي سائله السؤال ده. طيب ممكن تشرحي الخطوتين اللي قبل ده؟ الخطوتين اللي قبل ده اللي انتي بتساليني على ايه؟ احنا استخدمنا الماسك، استخدمنا كريم العين، واستخدمنا السيرم، واستخدمنا الستيك. دي الخطوات اللي احنا حطيناها قبل كده. فخليني اخلص وبعدين لو في وقت نشرح تاني الكلام ده اللي احنا قلناه. طيب في الكريمات دي سواء الويب كريم او المائي، هل اساسها ميه وتنفع للبشره الدهنيه في الصيف ولا مش هيبقى مناسب؟ حلوه قوي جيجي. المائي طبعا ينفع للبشره الدهنيه. الويب ما فضلوش في الصيف للبشره الدهنيه، لو استخدمتيه في الشتاء اوكي، بس ما فضلوش في الصيف للبشره الدهنيه. افضل في الصيف للبشره الدهنيه تاخدي حاجه زي الازرق لانه خفيف جدا جدا جدا. طيب هل ماسك الليل يومين ولا يومين في الاسبوع؟ تقدري لو انت عايزه تستخدميه يوميا تقدري، بس هتقللي الكميه عن اللي انا حاطاه ده كمان. او لو عايزه تستخدميه مرتين في الاسبوع، انا بفضل انه يستخدم مرتين في الاسبوع. طيب خلوني بقى دلوقتي اوريكم البرايمر لو انا همزجه مع الكريم بتاعي. ادي الكريم، انا هستخدم الكريم الازرق الخفيف. ليه انا هحط دلوقتي الخفيف؟ على فكره انا بشره جافه، بس انا علشان لسه حاطه ماسك وحاطه حاجات كلها تقيله فمش عايزه اتقل بقى اكتر من كده، فانا هحط الخفيف. ادي بصوا يا جماعه، انا نفسي اوريكم الكميات اللي انا بشرتي محتاجاها، وهحط عليه انا عايزاه يدي لمعه كده حلوه. هحط عليه نقطه اهو، شايفين عملت ايه؟ خلطتهم مع بعض، واهو هخلطهم مع بعض الاثنين وهوزعهم على البشره، وبعد كده ابتدي اعمل مساج للبشره اهو. بصوا ملمسهم حلو ناعم حريري على بشرتي، انا حاسه حاجه حريره على البشره، وفي نفس الوقت اهو شايفين على قورتي وزعته. وهنا منساش
كل الحتة دي ترطيب يا جماعة رائع. وكمان الفترة دي زي ما بقول لكم الصيام مخلي البشرة بتجف جدا جدا. الناس اللي بشرتهم جافة هيحسوا الإحساس ده قوي، هيحسوا بجفاف رهيب. انا مش قادره اقول لكم، انتوا لما بتحطوا الحاجات الجفاف بتاع الخليه بيقل، لان انت بترطبيها من بره. فضروري جدا ان احنا نرطب الخليه بتاعتنا. خلاص احنا ما بنشربش ميه كفايه، فالخليه مش مترطبه كفايه. الميه او الحاجات السوائل اللي بنشربها تروح للاجهزه الكبيره، وبعدين البواقي بتوصل بقى للخليه بتاعتنا. فبالتالي انا محتاجه ارطب بشرتي. انا مش قادره اقول لكم انا حاسه قد ايه البشره حريره ناعمه مترطبه شاربه كأنها كده متغذيه. فده مهم جدا ان انتوا ترطبوا بشرتكم، ما تسيبوش بشرتكم من غير ترطيب كده. طيب انا كده وريتكم المجموعه كلها وطريقه استخدامها. نكمل الاسئله بتاعتكم. جربته مع كريم تحفه وبيدي لمعه تحفه. هو فعلا بيدي لمعه للبشره حلوه قوي. انتوا كمان يا جماعه زي ما قلت نقدر نحطه كهايلايتر على مناطق التنوير بتاعه العين. طيب في البرايمر انا بستخدمه جورداني، ابدل بداله الوان. تقدري يا كريستين مره ده ومره ده. بس جربي ده هتنبسطي منه جدا حقيقي حلو. جربيه، لازم تجربوا، لازم تنوعوا وتغيري. ممكن مره يعجبك ده، ممكن مره يعجبك ده، فلازم تغيروا وهو كملمس مختلف. بسمة بتقول الماسك الحراري حلو قوي. فعلا يا بسمة تحفة. انا بستخدمه بس مش كتير لان انا بشرتي جافة. يعني انا النهارده عملته الصبح، عشان كده ما عملتوش تاني دلوقتي عشان ما كترش على البشرة. تحفة فعلا تحفة. البشرة العادية تستخدم كام مرة؟ انا مش عارفة يا ديانا قصدك على ايه اللي تستخدمه كام مرة. لو تكتبي لي بس تسألي قولي لي كذا تستخدمه كام مرة هرد على السؤال. منظف وانت ينفع كمزيل ميك اب كمان. منظف وانت ينفع طبعا كمزيل ميك اب بس مش منطقه حوالين العين. يعني انا لو حاطه فاونديشن او حاطه باودر على وشي لو عملت كده بالوانت ومسحت بقطنه طبعا ينفع مزيل ميك اب بس مش لعينيكي. انا بشره مختلطه ممكن استخدم الماسك الحراري لان وشي في الصيف والاخر بيكون وشي. طبعا يا ايه يا جماعه الماسك الحراري رائع 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 وهيبقى رائع في الصيف. جربوه استخدموه فعلا حلو جدا. طيب شرح التونر تاني يا دينا. التونر ده عبارة عن حاجتين، تونر وسيرم. هو جامع ما بين الاثنين في واحد. خلاص تونر الفوائد بتاعته ايه؟ قابض للمسام، بيجري الدورة الدموية. اما السيرم فالسيرم هنا مغناطيس. فانت لما هتحطي التونر ده هيخلي الكريم اللي انت حطاه او الماسك اللي انت حطاه يمتص احسن في البشرة. فحلو جدا. وزي ما انا لما رشيته على البشرة انا لما رشيته ما مسحتوش، سيبيه يتشرب لوحده. لو ترشي يا دوبك من بعيد ترجيه، ترشي من بعيد تستني شويه هيتشرب لوحده. بعد كده وليه هيتشرب لوحده؟ لان هو فيه سيرم كمان. بعد كده هتحطي سواء الكريم بتاعك بتاع النهار او كريم الليل او هتحطي الماسك بتاعك على البشره. طيب في ماسك بيستخدم، الماسك بيستخدم كم مره في الاسبوع؟ مرتين يا حوريه. بنستخدم الماسك مرتين في الاسبوع. لو هستخدم الماسك ده مرتين في الاسبوع. لو هستخدم الماسك ده لو انت بشره دهنيه بستخدمه من مرتين ل3. لو انت بشره جافه بستخدمه مره واحده في الاسبوع. ينفع ماسك الوانت مع القهوه؟ طبعا ينفع. يستخدم مع مجموعات النوفيج. طبعا اي حاجه يا جماعه من دول تقدروا تدخلوها مع مجموعات النوفيج. الماسك اقدر استخدمه مع مجموعات النوفيج. ده اقدر اخلطه مع كريم النوفيج بتاعي. ايه المشكله؟ كريم العين بتاعي بتاع النوفيج خلص، طب عايزه اكمل اقدر اخد الوانت اكمل بيه. ايه المشكله؟ كل دي حاجات اقدر ادخلها، مفيش مشكله خالص ان انت تكملي لو محتاجه تكملي حاجه. طيب هل ماسك ينفع يستخدم يومين؟ الماسك يا ديانا ينفع يستخدم يومين، بس لو هستخدمه يومين هستخدم كميات اقل من الكميه اللي انا استخدمتها. انا بفضل استخدمه من مرتين ل3 في الاسبوع. انا بفضل كده، لكن مش غلط خالص لو انت قررتي انك تستخدميه يومين. لو انت حاسه بشرتك فيها جفاف جامد جدا يبقى طبعا تستخدميه. كل اللي انا اتكلمت عنه دلوقتي يا جماعه لجميع انواع البشره. اي حاجه من اللي انا قلتها دلوقتي لجميع انواع البشره. السيرم بس خلوني هنا اقول انه الازرق عشان احنا بس داخلين على الصيف. الازرق
الافضل للدهني، والموف الافضل للجاف، ولو انه برضه الازرق ممكن البشره الجافه تستخدمه في الصيف مفيش مشكله. لما نيجي في الشتاء استخدموا الاثنين مفيش مشكله، بس انا بتكلم علشان ما ازودش نسبه الدهون، فالموف سنه فيه دهون اكتر، بس الموف اكتر للبشره الحساسه. طيب برضه نتكلم على الماسك ده بالنسبه للبشره الدهنيه 3 مرات في الاسبوع في الصيف مفيش مشكله، والبشره الجافه هتبقى مره في الاسبوع. مش هزود علشان ما شدش الدهون ما شدش دهون قوي من البشره الجافه. طيب النوفيج ينفع معايا يا جماعه؟ نفس السؤال. في منتجات تنفع بشره دهنيه وفيها مشاكل؟ في حاجات من المنتجات دي طبعا تنفع البشره الدهنيه اهي، ده ينفع للبشره الدهنيه اللي فيها مشاكل، ده ينفع للبشره الدهنيه اللي فيها مشاكل، كريم العين ينفع، الستيك ينفع، وكمان البرايمر ينفع، كل دول ينفعوا مفيش مشكله خالص. طيب ينفع مع مقشر النوفيج طبعا، كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها تنفع مع مقشر النوفيج. استخدمه ازاي؟ تستخدمي ايه يا دينا؟ انا مش فاهمه السؤال، معلش مش قادره افهم السؤال. ستيك وونت يعتبر زي البرايمر بس للعين. ستيك وونت ايوه تقدري تعتبريه زي برايمر للعين، ولكن البرايمر ده هنا بيحمي قبل ما احط الكونسيلر بتاعي، بينور، لكن هو ما بيخبيش يعني ما بيخفيش، ما هوش كونسيلر، لكن هو بينور منطقه حوالين العين، بيعمل حمايه وبيعمل ترطيب. عايزه طريقه اللي هو لعلاج الهالات هنستخدم الوونت ده، هستخدمه على منطقه تحت العين، وهعمل طبطبه على عظمه العين. تمام. طيب هاخد اخر سؤالين كمان عشان عايزه انا اسالكم اسئله بقى عشان انتوا تجاوبوا وناخد هدايا. انا طلبت سكراب المقشر اوبتيمز، ممكن اعرف؟ طيب انا معلش يا هند، احنا النهارده مركزين على الوونت، فحاولوا تخلوا الاسئله على الوونت يا جماعه. الفرق بينه وبين ماسك النوفيج الليلي حلو جدا يا ايمان السؤال ده. الماسك ده معمول من انزيمات الرمان، وانزيمات الرمان بتعمل ايه؟ انزيمات الرمان بتجدد خلايا البشره، انزيمات الرمان فيها مضادات اكسده فبتاخر ظهور التجاعيد، انما ماسك النوفيج بالهايلورونيك اسيد اللي بيملى البشره وبيحسن شكل التجاعيد بتاعه بشره الوش، فبيدي امتلاء للبشره. طيب خلينا دلوقتي نشوف الاسئله بقى بتاعتنا، يلا يا عمرو. وهبتدي، احنا عندنا دلوقتي يا جماعه هنسال 5 اسئله، واللي هيكسب معانا خلاص، اللي هيكسب معانا هيكسب الماسك ده. اوكي، ال5 اللي هيكسبوا، بس عايزه هتجاوبوا في الشات، واول شخص هيجاوب صح هقول اسمه، هنفتح له المايك، نتاكد بس هيكتب اسمه ورقم هيكتب اسمه على الشات ورقم تليفونه، هنتاكد بس ان عمرو خد اسمه ورقم تليفونه علشان هيرجعوا يكلموكوا ويبعتوا لكم الهديه ايه؟ هنكسب الماسك الحراري، وده رائع سواء دهنيه سواء جافه، لازم تجربوه بجد، رائع رائع رائع. طيب وهبتدي باول سؤال من الاسئله، واحنا انا بس عشان الناس بدات تكتب اساميها من دلوقتي. لا يا جماعه بصوا، احنا هنشوف مين اول حد هيجاوب. تمام، يعني استاذه نرمين هتسال السؤال، حضراتكم هتكتبوا الاجابه على الشات. اول حد هيكون جاوب هو ده اللي هيكون كسبان. هنطلب منه ان هو يبعت اسمه ورقم تليفونه على الشات لما نقول مثلا يعني اللي كسب عمرو، فهنفتح المايك هنتاكد ان عمرو لما نقول اسمه نكتب اسمه بالكامل ورقم التليفون عشان هناخد الرقم ده ونتصل بيه نوصله الهديه بتاعته. طيب تاني يبقى هنبتدي نقول السؤال الاولاني. والكريم ده شايفين معايا كريم العين، الكريم ده شايفين يا جماعه كريم العين، عايزاكم تقولوا لي هو معمول من ايه؟ انا لسه قايله دلوقتي هو معمول من ايه وبيعالج ايه؟ انا عايزه الاجابه كلها، معمول من ايه وبيعالج ايه؟ بسرعه الاجابه كلها على بعض. اهو في حد اوريدي. طيب ايوه طيب سحر سعيد اول واحده جاوبت الاجابه كلها صح، بيعالج الهالات والانتفاخات. خلاص يا جماعه كده احنا السؤال ده خدنا اجابته. استاذ سحر سعيد، استاذ سحر
استاذه استاذنك سحر. تكتبي اسمك بالكامل ورقم التليفون في الشات عشان ناخد الداتا بتاعتك نتصل بيكي. طيب انا مش هندخل في السؤال الثاني الا لما بالظبط إذا خدت سحر سعيد. اهو طلع لك تمام كده. تمام كده خدنا خلاص الرقم. ندخل في السؤال ده اللي سحر سعيد أخدنا الرقم بتاعك 010. يلا بينا السؤال اللي بعده. اتكلمنا على مبروك يا أستاذ سحر. تمام كده. ادخل في السؤال اللي بعده. اتفضل يا دكتور. طيب اتكلمنا على ماسك الوونت ده، عايزه اعرف هو معمول من ايه وبستخدمه، ممكن استخدمه قد ايه، كم مره، وبيعمل ايه. تمام تمام. ثانيه واحده. بشرى طيب ايمان منى، انا مش عارفه ايمان منى اول واحده انزيمات الرمان ومرتين، انزيمات الرمان ومرتين من ايمان منى تبعت لنا. انا مش عارفه اسمها كده، عارف تقرا اسمها يا عم؟ وانا للاسف الشات ورا بعض فمش لاحق الاقي الاستاذ ايمان. هي اول واحده، هي هقول لك هي في الدقيقه 3:54. ايمان لقيتها عندك؟ ايوه لقيت الاسم. ممكن حضرتك بس تكتب تبعت لنا اسمك ورقم ايمان، اسمها ايمان من مناع. ايمان مناع. استاذ ايمان مناع. ايمان مناع. ايوه تمام معلش استاذ انا ايمان عارفه منوره. ايمان. ده لو انا انا مش غلطان عارفه اسكندريه ايمان. كده. ايوه معلش. تمام كده. طيب من الحاجات اللي اتكلمنا عليها كمان. طب ثانيه واحده بس عشان الحق اكتب يا جماعه، بس انا عارفه الحق اخد بس اكتب الرقم عندي لا لا عشان اتصل بيكم. راحتك. تمام. 7 9 6 2 5 ايمان مناع 012 8 7 6 5. ماشي اتفضل. ممكن اكنسل السؤال التاني؟ مبروك يا استاذ ايمان. طيب نرجع. طيب خلاص كده تمام. ادخل في السؤال اللي بعده. ناخد كده السؤال اللي بعده. طيب المنظف معمول من ايه وطريقه استخدامه ازاي؟ المنظف معمول من ايه وطريقه استخدامه ازاي؟ خلي بالكوا السؤال حاجتين، طريقة الاستخدام ومعمول من ايه، فما نكتبش حاجة واحدة بس ونقول كده احنا كسبنا، احنا عايزين الإجابة بالظبط. كاملة على بعضها أيوة. حاجة واحدة. تمام. معمول من ايه وطريقة استخدامه. طريقة استخدامه يعني بتحطوه ازاي على البشرة. ماشي. أميرة هي أكتر واحدة مجاوبة، يعني في ناس مجاوبين نص إجابة. أميرة، حد اسمه أميرة بس الجليسرين وبيتوزع وبيتغسل، بيتوزع على البشرة وبعدين يتغسل. مظبوط. أميرة ممكن يا أميرة أميرة ممكن تبعت لنا رقمك، اسمك ورقم التليفون. ممكن بس ما حدش يكتب أي حاجة لغاية ما أستاذة أميرة ترد علينا في الشات، تكتب اسمها بالكامل ورقم التليفون. أميرة حسن مظبوط كده؟ أنا معرف هي فين أميرة. هي أميرة حسن مظبوط، هي أميرة دي. مظبوط. ثانية واحدة آخد بس الرقم بعد كده نسأل السؤال اللي بعديه عشان ألحق أكتب الرقم. راح. أستاذة أميرة حسن 0100 735 مبروك أستاذة أميرة. ناخد السؤال اللي بعد كده. كده فاضل معانا 2 فايزين. فاضل معانا 2 فايزين. السؤال اللي بعد كده، الوك مي اب له كذا استخدام، قولوا لي كده ممكن استخدمه ازاي وازاي، اعمل بيه ايه واعمل بيه ايه. ركزوا كده واكتبوا لانه في كلام يعني. خلاص ممكن استخدمه كايه او اعمل ايه. يلا الوك مي اب. ايوه بس خلاص هي اول واحده. الله عليك. اول حد كده. اول حد راحت فين؟ هربت. ولا عصام؟ الاء عصام بالظبط كده. الاء عصام. الاء عصام. برافو عليكي. هايلايت او دمج مع المرتب. مبروك يا استاذ الله الاء. عليك. ممكن تبعت لنا رقم تليفونك واسمك. استاذه الاء. علاء. ايه ده احنا اتغير. علاء. غلط. علاء ولا الاء انا مش عارف.
آلاء مش علاء، مش عارفه. لا تمام، يعني كده آلاء علاء، أستاذة آلاء علاء. اوكي طيب علاء. مبروك يا أستاذة آلاء. تمام. لا ناخد بس الرقم ثانية واحدة، ناخد بعد كده هيبقى معانا فاضل إيه آخر فايز. آخر سؤال. تمام طب أنا بس ما حدش يكتب لغاية ما ألحق ياخد الرقم، بس ثانية واحدة. براحتك، محدش يكتب يا جماعة. 4 3 7 كده. ممكن اول السؤال اللي بعده، وده اخر حد يكون فايز معانا. طيب تمام كده. طيب تمام. السؤال برضو خلوا بالكم ان هنا في شويه كتابه، فما تروحوش مجاوبين على طول، اصبروا اسمعوا السؤال للاخر يا جماعه. خلاص اصبروا اسمعوا السؤال علشان هنا ممكن في شويه كتابه. طيب دلوقتي احنا عندنا كريمين نازلين من الوند، الموف والازرق. الموف بديه لمين اكتر والازرق اديه لمين؟ يا نهار ابيض انتوا بتجروا وانا مش هلحق اقرا الاسئله. ياسين لا ماشي. ماشي بحاول. لا ده اكتر، يعني اكتر رد قريب. طيب لا بقيت السؤال غلط للاسف كاتباه، يعني انت كنت مجاوبه صح وبعدين مش هقول مين بقى علشان ايه ما تزعليش، بس ثاني نكمل. محدش فيكم يا جماعه جاوب لي الاجابه اللي انا عايزاها. معقوله؟ ايوه. لا معقوله يا جماعه؟ معقوله؟ ماشي. ولا حد كتب اللي انا عايزاه. معقولة؟ لا انا مش مصدقاكم. ايوه اهو. ايوه ايه يا حوريه، انا كاتبالي الكلام مش واضح يا حوريه، حرام عليك. يعني في حاجه بتقول حاجه وفي الاول ما بيقولش. يا جماعه معقوله؟ لا معقوله كلكم ما حدش مجاوب الاجابه اللي انا عايزاها؟ لا طب انا هغير السؤال بس هقول لكم الاجابه، لان انا لا بس هكمل. ماشي. لا ماشي. ايه النور البشر؟ ماشي حلو قوي. طيب تاليا توتا ممكن نفتح لها المايك؟ اسمها يا دكتور تاني؟ تاليا او تاليا توتا. تاليا توتا. تاليا توتا اتفضلي المايك معاك كده، ممكن تفتحيه. استاذة تاليا. مساء الخير عليكم. مساء النور يا تاليا. قولي لي ازيكم؟ رمضان كريم. قولي لي كده الازرق لمين؟ الازرق للبشره الدهنيه. تمام. لا خلاص تمام. لا مش تمام. خلاص اقفلي.
خلاص يا طالب، انا بس كنت عايزه اتاكد من حاجه بس لا خلاص الاجابه مش مظبوطه، بس اقفلي هقول حالا الاجابه يا طالب. ماشي معلش. طيب اللي مجاوب صح الحقيقه جاي بعديكي اللي هو ولاء جلال، لان هي كاتبه الموف للبشره الحساسه والازرق للدهنيه والجميع انواع البشره. انا هو ده اللي كنت عايزه اسمعه يا جماعه، انه الازرق هو مش بس للدهنيه، هو لجميع انواع البشره. انا اقدر اديه للجافه، انا اقدر اديه للدهنيه، انا اقدر اديه للمركبه، اقدر اديه للعاديه. ودي الاجابه الصح اللي المفروض تجاوبوها. اغلبيتكم جاوبني الازرق للدهنيه. انت يا طالية عشان كتبتي لي اما البشره دهنيه فالازرق مناسب اكتر، فحسيت انك هتقولي لي والجميع انواع البشره، بس للاسف انت برضو قلتي لي للدهنيه. فاللي جاوب صح ولاء جلال. معلش يا ولاء كتبت الرقم استاذه ولاء، بس معقوله كلكم كاتبين يعني يا جماعه؟ ممكن بس ادوني لحظه واحده ما تكتبوش حاجه في الشات لغايه ما اخد رقم استاذه ولاء.